يا مساء الخير بتوقيتي على كل الناس اللي هتبقى نايمة دلوقتي. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وكل حد هيشوف الفيديو طيب، وعيد سعيد علينا جميعا ان شاء الله. فيديو النهاردة يعني مريح نفسيا بطريقة رهيبة. هنعمل جولة مع بعض في البيت بعد فرش العيد والاجواء بقى الحلوة والفرش الجديد. اول حاجة كده كنا واقفين في الصالة، بعد كده راح داخلين على اوضة الانتريه او الصالون زي ما انتوا بتحبوا تسموه. اول حاجة بقى كده هتكون في وشنا على طول هو الكرسيين بتوع الانتريه. هما الكسوة كده لونها اورنج شوية، وكنا جايبين لها بقى المفارش دي كده من لون المخدات بتاعة الكسوة. فيها بيج برضو، فبصراحة حلو جدا، يعني انا عجبتني الالوان. وطبعا بقى كنا مركبين الستارة ديت، برضو فيها شوية، فيها بيج واورنج وبيج فاتح وبيج غامق واورنج، فالدنيا كانت ايه يعني، تحسوا ان الالوان كده كلها ماشية مع بعض. فيعني انا اللون ده بصراحة حباه جدا في الأوضة بتاعت الانتريه بتاعتنا. قولوا لي بقى رايكم في الكومنتات، ايه رايكم في اللون وايه رايكم في الفرش، ويعني ايه رايكم في كل حاجه بقى. عايزه كومنتات كتير كده فيها كلام كتير ورغي كتير واراء كتير حلوه، وقولوا لي وحشتكم قد ايه ولايكات بقى، ما تنسوش تعملوا لايك وانتوا بتتفرجوا دلوقتي. كده بقى كنا خلصنا قرة الانتريه. توريها لكم كده من زاوية ابعد شوية. طبعا هو الجزء التاني عشان عليه حاجات من جهازي وكده، فمش بنفرشه يعتبر. رجعنا بقى تاني للصالة. ده كده يعني، ده كده في دخلة الصالة على طول، في دخلة الباب. آه اول حاجة اللي هو الركن ده كده او الكورنر ده. آم، هو الصالة اصلا ما كانتش اللون ده، فعشان كده اللي هو المرايات اللي في النص دي لونها بينك. هي الصالة ما كانتش اللون ده. احنا حاطين بقى زي رف كده عليه بقى صور لينا واحنا صغيرين، وعليه الساعة القديمة دي كده كانت بتاعت جده يعني، الله يرحمه، وبابا بقى اللي خدها. فالله يرحمهم يعني جميعا، ربنا يرحم امواتنا المسلمين جميعا يا رب، ويجعل عيدهم كلهم في الجنة بإذن الله. آم، زي ما انتوا شايفين بقى كده، انا حبيت ان انا اسيب الفرع بتاع النور زي ما هو كنت معلقاه في رمضان، بس غيرت شوية في التوزيع بتاعته. يعني انا بصراحة حسيت ان هو بيدي اجواء حلوة قوي سواء عيد او رمضان، فانا حبيت الدنيا جدا جدا. البرواز بقى ده او الديكور دي عليها مش عارفة ايه، قل اعوذ برب الناس او قل اعوذ برب الفلق. انا بحبها جدا، فبحب كل شوية اغير مكانها. البتاعة بتاعت الورد بقى دي فظيعة وبتدي شكل يعني يجنن للمكان. انا بحبها قوي قوي قوي، ولازم تكون موجودة في اي فرش جديد هعمله. بغير لها بقى شوية في الورد، اشتري لها ورد كل مرة مختلف وعلقه عليها. الكورنر بقى او الركن ده يعني المفضل ليا في الشقة كلها، بحبه جدا، بحب الصور بتاعته، بحب شكله، بحبه جدا. تحتيه بقى كده حاطين الترابيزة اللي هي تعتبر الجزامة، وفي اهل الكمبيوتر. بس هي دي كده كل الصالة بتاعتنا يعني. الدنيا عندنا حلوة صغنطوطة كده، يعني على قدنا، واحنا بصراحة بنحبها جدا والحمد لله راضيين. بعد كده دخلنا بقى ناحية الأوضة اللي كان فيها البرواز بتاع الآية. دي بقى الأوضة الكبيرة. فيها زي ما انتم شايفين بقى كده هو السرير والدولاب والكومودينو أو الكومود على حسب ما انتوا بتسموه برضو. برضو الأوضة يعني ايه صغنطوطة، كتكوتة كده حلوة. طبعا يعني الفينيشات بقى الأخيرة دي اللي هي بقى المعطرات بتاعتكو وتفرشوا بقى الملايات الجديدة، أو ملايات بقى تكونوا مثلا بتحبوها فبتفرشوها كل مناسبة زي ما انتوا عايزين. دي بقى الأوضة التانية الصغيرة. برضو بقى يعني الملاية دي انا بحبها قوي قوي، وبتنطق كده الأوضة لأن هي فيها من ألوان الأوضة. وده بقى الدولاب. الضرفة الحمد لله كانت واقعة، كنت بمسي عليكم الضرفة وقعت، يا دوبك جايه بفتحها كده عشان ابدا اصور لقيت الضرفة وقعت. فقلت لها خلاص اركني على جنب بقى انت دلوقتي لما يجي بقى ايه حد يعرف يعملك.
بس احنا عاملين قاعدة كده في الارض، زي يعني القعدة اللي هي الشلت والكلام ده. ف يعني حلوة بصراحة. هي تحسوا ان كل اوضة عندنا او كل مكان في بيتنا هو مرسوم له حاجة معينة كده، ومن ساعتها متتغيرش. احنا بنغير بس في الالوان، في الفرش، في الديكورات. وبرضو ما شلتش فرع النور اللي كان فيها، سبته زي ما هو. شلت بس لميت الحاجة بتاعت الزينة بتاعت رمضان كلها، وسبت الانوار، وقلت بعد الكام يوم العيد ان شاء الله هشيلهم. بعد كده هنخش بقى عشان نملى الكرش. هنعمل مع بعض الاكلة اللي احنا يعني وحشانا وبقالنا كتير ما بناكلهاش، ومحلاتها كلها كانت قافله. عارفه ان في ناس كتير مش هيعملوا الاكله دي في نفس يعني في اليوم دوت، اول يوم العيد او يوم الوقفه. في ناس تانية هتاكل بقى الرنجة والفسيخ والكلام ده، بس احنا بناكلهاش اول يوم، احنا بناكلها تاني او تالت يوم. يوم الوقفه او اول يوم بقى بنعمل كشري. كان وحشنا جدا وكان نفسي اكله قوي. فانا بقى طريقتي في الكشري سهله كده وسريعه. هو بحمر التوميه، دي طريقه الصلصه بتاعتي. بحمر التوميه يعني وبعطشها كده بشويه خل. وبعد كده بروح نازله بالتوابل بتاعتي عليها وبالصلصه، وبحط ورق لورا. وطبعا اهم حاجه السكر عشان الحموضه بتاعه الصلصه. اهو لسه حاطه دلوقتي. وشويه ملح وواحده ماجي وورق لورا، وبنزل بقى بالطماطم بتاعتي المعصوره. بس كده يعني. لو ما حدش بيعملها بالطريقه دي يبقى يا جماعه، واهم حاجه شويه كزبره ناشفه. لو ما حدش بيعملها بالطريقه دي جربوها بالطريقه دي وهتعجبكم جدا. اخر حاجه بقى بحط الفلفل الاسود وشويه كمون. وبس كده الصلصة جاهزة وجد جميلة، وهتحسوا بقى بمزازة ولذاذة وطعم تسبيكة كده روعة. جربوها تعجبكم قوي ان شاء الله. بعد كده بقى كنت بسلق العدس. كنا نعمل بقى كشري من كل مشتقاته. فكنت سلقت بس سايبه العدس يعني يتسلق، وكنت هسلق بقى جنبه المكرونه. يعني في ناس بتعمل من نوع او اتنين او تلاتة مكرونة على حسب زي ما انتوا بتحبوا، بس انا عملت نوع واحد لان الطبق لما بيكون مليان كده بيتبعتر مننا. وكنت كمان سلقت الحمص خلاص، وكنت بوريهولكوا. الصلصة بقى كانت تسبكوا، انتوا شايفين تقولها. ويعني الزيت اللي فوقيها ده، كل ما الزيت ده يكون كتير كل ما الصلصه تحسوا ان هي ناجحه، تعرفوا ان هي ناجحه على طول. كان العدس برضو خلاص استوى، وحطيت عليه شويه كمون وشويه ملح، وقلب قلب قلب عشان يبرد. بس كده. البصل بقى التقليه انا بحب ان انا اقطعه كده حلقات كبيره. اسمها جولييت يعني، على حسب علمي. وبحب احط عليه شويه دقيق، ولو يا ريت عندكم نشا. انا ما كانش عندي نشا، فالنشا بتديله نتيجه احلى بكتير. البصل ده بقى بيخليه ان هو يتقرمش ويبقى الواحده بوحدتها كده وماسكه نفسها. بس في حبه زيت بقى كده كتار حلوين. زي ما انتوا شايفين كده في حجم الحله. وهنزل بقى بالبصل كله، وهتسيبوه مش هتقلبوه لحد ما ينشف شويه. وخلاص بقى كانت المكرونه اتسلقت. رحت حطيت بقى عليها شويه زيت عشان ما تلزقش في بعض. ورحت عشان خلاص بقى البصل كان طلع، وهوريهولكم معايا دلوقتي. وفي نفس الزيت في نفس الحله بتاعه البصل، بس تكوني شلتي منها البصل كويس جدا عشان ما يتحرقوش ويغير طعم الرز بتاعك. هتحطي بقى شويه شعريه. طبعا حسب الكميه اللي انت عاوزاها بقى. تحمري شويه شعريه. في ناس بتحب تعمله من غير شعريه، دي انت واختيارك وحسب ما انتوا بتحبوا تاكلوا. وهروح نازله بقى عليه بشويه الرز والعدس. كنت انا يعني سايباهم كده بتاع 5 دقايق منقوعين جنبي. هي الشعريه يعني غمقت مني شويه، احنا ما بنحبهاش كده، بس الحمد لله ان هي جت على كده يعني. بس كده هو ده بقى كل الكشري اللي احنا كنا هنتجنن عليه طول الشهر ده عشان المحلات قافله. بصراحه احنا بنحب ناكله من البيت اكتر من المحل. ف قوموا بقى كده تشجعوا يلا واعملوه بألف هنا وشفا على قلبكم. واللي هياكل حاجة غير الكشري برضو بألف هنا وشفا على قلبكم. بس كده بقى هروح مشربة الرز بتاعي عادي جدا. اهم حاجة عندي بقى ان انا الم الطروف بتاعت الحلة دي بتجنني. لازم المها كده ومخليش اي حاجة. وخلاص خلصنا الرز وهنسيبه يستوي وندخل بقى عشان نغرف الاكل مع بعض. وانا بغرف بقى كده عشان انا رغيت كتير قوي. يعني ونسيت بقى ان انا اقول لكم الحاجه اللي احنا متعودين عليها خلاص. اني
طبعا كل حد بيتفرج عليا دلوقتي عايزه اقول لك شكرا جدا، شرفني وقتك اللي انت يعني اللي انتوا بتدهوني واللي انتوا بتقعدوا تتفرجوا عليا فيه. وعايزه اقول لكل حد جديد بيتفرج عليا دلوقتي شرفني جدا طبعا لو انضميتوا بقيتوا من ضمن عائلتنا. ولو لسه ما اشتركتوش انزلوا اعملوا اشتراك اللي تحت الفيديو. واهم حاجة ان انتوا تخلوا الجرس على علامة الكل عشان يوصلكوا مني ان شاء الله كل فكرة فيديو جديدة. الناس اللي مش بيوصل لها فيديوهاتي ده بيكون بسبب ان انتوا عاملين اشتراك ومش مفعلين الجرس، فكل فيديو جديد مش بيوصلكوا فبتفتكروا ان انا اتأخرت عليكوا قوي. ففعلوا الجرس. اهم حاجة خلوا الكلمة تبقى على كلمة الكل عشان كل حاجة جديدة فيديو او بوست او اي حاجة او لايف اي حاجة اعملها بيجيلكوا بيها اشعار على طول و... وتدخلوا وتنوروا لي الدنيا في اي حتة. ويلا بقى فرحوني بكلامكم اللي انا بحبه وبستناه جدا كل فيديو. هستنى رايكم في الكومنتات تحت، وهستناكم لو لسه محدش عمل لايك ينزل دلوقتي ويحط صباعه كده ويحط البصمه بتاعته. لان كل شخص بيعمل لايك البصمه بتاعته دي خلاص بقت متسجله كده على القناه وعلى كل فيديو. انا اتشرفت جدا بيكو، وهو ده كان الفيديو بتاعي النهارده. يا رب يكون الفيديو ما يكونش طويل عليكم وما تكونوش زهقتوا منه وتكونوا حبيتوا كده الاجواء والفرش الجديد. كل سنة وكل الناس طيبين، ويا رب العيد ده يكون مختلف وفيه فرحة كده وبهجة وسعادة على الناس كلها بإذن الله. هشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وهتوحشوني جدا وافوتكم بألف خير.